النهارده كان أول يوم عرض الفيلم ولاد رزق الجزء الثالث، طبعا واحد من أكتر الأفلام اللي كانت منتظرة السنة دي. فهل بعد ما شفت الفيلم يا ترى بنفس مستوى أول جزئين ويستحق المشاهدة ولا لأ؟ كل ده هنتكلم عنه في حلقة النهارده، فيلا بينا نبتدي. بعد ما العمليه تنجح انتوا ولاد رزق بقى اخوات في بعض، تقعدوا تحضنوا بعض وتعملوا ايدين فانا ما. لما شفنا بنبوس وبنحضن نبقى الدار. تمام. بس ما تشبعتش. ولاد رزق 3 هو فيلم أكشن إثارة وتشويق، ولازم طبعا تكون متفرج على أول جزئين علشان تقدر تتابع الجزء الثالث. والفيلم من بطولة أحمد عز وعمرو يوسف وآسر ياسين وكريم قاسم وعلي صبحي وغيرهم من النجوم، ومن تأليف صلاح الجيهيني ومن إخراج طارق العريان، نفس صناع الجزء الأول والثاني. قصة الفيلم من غير حرق بتدور بتحكي عن ولاد رزق اللي بيكونوا استكفوا عمليات سرقة ومبطلين لحد ما بيقعوا في مشكلة وما بيكونش قدامهم حل غير انهم يرجعوا مرة تانية للسرقة. فبيدخلوا في عملية جديدة تبع رؤوف حمزاوي وبيستعينوا بالشايب علشان يساعدهم في العملية دي. ولكن بعد كده الأمور ما بتكونش ماشية على حسب الخطة، وبتتوالى الأحداث عشان نعرف ايه اللي هيحصل بعد كده. طيب تمام، نخش في المميزات. أول ميزة القصة، من أكتر الحاجات اللي كانت بتميز فيلم ولاد رزق هو أسلوب سرد الحكاية. في كل جزء بنعيش مع فرد من ولاد رزق وبيبدأ يحكي لنا القصة من البداية خالص، وبنفضل ماشيين معاه في سكة معينة طول الأحداث لحد ما في الآخر بنتفاجئ بتويستاية ما كناش متوقعينها تماما. وده الأسلوب اللي بيعتمد عليه المؤلف صلاح الجهيني في تقديم قصة ولاد رزق، سواء الجزء الأول أو الجزء التاني أو حتى الجزء التالت اللي قايم على نفس الأسلوب. فاللي أنا عاوز أوصله لكم من خلال كلامي ده إن وانتوا بتتفرجوا على الجزء التالت من فيلم ولاد رزق، أسلوب سرد الحكاية هيبقى بالنسبة لكم مش جديد. والاختلاف بس إن المرة دي اللي بيحكي القصة هو رضا، وبيحكيها من الأول وإزاي وصل للمكان اللي هو قاعد فيه ده دلوقتي. فأنت مش هتشوف حاجة جديدة في تقديم القصة، ومع ذلك هتبقى متحمس ومتشوق مع كل مشهد ومع كل لحظة موجودة في الفيلم، علشان عاوز تعرف التويستاية في الآخر هتبقى إيه وهتيجي من أنهي ناحية. فدي شطارة بصراحة من المؤلف صلاح الجهيني، إن هو معتمد على نفس أسلوب السرد اللي بيقدمه في كل جزء، ومع ذلك هو ناجح في ده وعارف يشدك من أول مشهد لآخر مشهد. كمان تسلسل الأحداث كان ممتع جدا. إيقاع الفيلم سريع لدرجة هتخليك قاعد زعلان في الآخر إن الفيلم خلص. هو انت بجد يا رضا عايز ترجعنا للشمال تاني؟ اخر مره بعدها هنبطل. تاني ميزة السيناريو، في رأيي الشخصي سيناريو الجزء الثالث من ولاد رزق أصعب من سيناريو أول جزئين. ليه بقى؟ لأن الجزء ده بيشهد غياب شخصيتين من الشخصيات الأساسية والمحركة للأحداث، شخصية رجب أحمد الفيشاوي وشخصية عاطف أحمد داوود. وهنا بقى يجي دور السيناريو اللي اتعامل بحرفية عالية قوي مع النقطة دي، وخلاني محسش بغياب الثنائي لأنه عوضني بحاجات تانية، زي مثلا ألعاب العقل والتفكير في الجزء ده كانت حلوة جدا. التويستاية في الآخر رهيبة وغير متوقعة. الإيقاع السريع وتسلسل الأحداث، رجوع شخصيات من الجزء الأول زي المعلم صقر والمعلم شربيني، ووجودهم في الفيلم ادى إضافة قوية للأحداث، لأن هم مش موجودين كده وخلاص، لأ دول بيعملوا إضافة قوية ويعتبر أساسا الفيلم قايم عليهم، خاصة شخصية المعلم صقر، ومش هوضح أكتر من كده علشان محرقش حاجة. برضو ضيوف الشرف كلهم كانوا مؤثرين، منهم نجم بالنسبة لي كان مفاجأة الفيلم. طبعا انتوا هيجوا في بالكم دلوقتي ان المفاجأة اللي انا بتكلم عنها دي كريم عبد العزيز، لكن كريم عبد العزيز ما يعتبرش مفاجأة ان هو موجود في الفيلم، لان اوريدي قبل ما نتفرج احنا عارفين خبر ان كريم عبد العزيز موجود كضيف شرف في الجزء الثالث. فما فيش مفاجأة، وكنت أتمنى إن خبر زي ده ما يتحرقليش وأشوف كده مشهد كريم عبد العزيز على شاشة السينما واتفاجئ بيه، لأنه مشهد تقيل قوي. ولو في جزء رابع من ولاد رزق فالمشهد ده هيتبني عليه حاجات كتيرة جدا جدا. ولكن في رأيي الشخصي برضو يبقى الإضافة الأهم والأقوى للجزء الثالث من ولاد رزق شخصية الشايب. وأتمنى يا جماعة من صناع ولاد رزق إن هم يرجعوا مرة تانية يشتغلوا على مشروع فيلم الشايب،
لأن شخصية زي دي تستحق إن يبقى ليها فيلم مستقل ونعرف أكتر عن الشخصية وعن تاريخ شخصية الشايب، لأن أولا هي شخصية مجنونة، ثانيا آسر ياسين عاملها بشكل حلو جدا. فأتمنى أشوف فيلم الشايب خلال الفترة اللي جاية، على الأقل في السنتين اللي جايين. تالت ميزة الموسيقى التصويرية لهشام نزيه، موسيقى قوية وعالمية وتليق بأحداث زي أحداث فيلم ولاد رزق. في ظهر بعض. رابع ميزة الأداء التمثيلي، واللي كان ممتع من أغلب اللي موجودين. أحمد عز لسه محافظ على نفس الأداء لشخصية رضا، ويقدر يجمع لك ما بين الجد والكوميديا بطريقة حلوة. تأديته لمشاهد الأكشن كانت جيدة جدا وعملها بأسلوب حلو. عمرو يوسف أداؤه كان جيد وكميته اللذيذة مع أحمد عز موجودة. نفس الكلام، عمل كل مشاهد الأكشن بأسلوب حلو. كريم قاسم اللي بيلعب شخصية رمضان، وده تعتبر أفضل نسخة للشخصية مقارنة بالجزء الأول والتاني، لأن هنا في الجزء التالت شخصية رمضان بتتطور على مستوى الكتابة، والتطور ده بيخلي أداء كريم قاسم يعلى وتحس فعلا بتأثيره على الأحداث. برضو من مفاجآت الفيلم من ناحية الأداء التمثيلي أحمد الرافعي، واحد من الممثلين التقال قوي وعامل دور مفاجئ في الفيلم، سواء على مستوى الكتابة أو على مستوى الأداء اللي هو بيقدمه. وفعلا في التواء هتحصل في دوره هتعجبكم جدا. كمان برضو سيد رجب بشخصية المعلم صقر أداؤه كان حلو قوي. المعلم شربيني اللي بيلعب دوره محمد لطفي كان إضافة حلوة للأحداث. انتوا ما تعصوش من اللي حصل لكم المره اللي فاتت. انت بتخوني يا ربيع. خامس ميزة الإخراج. المخرج طارق العريان واحد من أهم المخرجين اللي موجودين حاليا في السينما المصرية، وأعتقد إن الميزانية الضخمة اللي قام عليها الجزء الثالث من ولاد رزق خدمته في إنه يطور مستوى الأكشن ويطلع مشاهد أكشن بجودة ما تقلش تماما، وممكن نقارنها بأفلام الأكشن الأجنبي. كل مشهد أكشن اتعمل في الجزء الثالث من ولاد رزق كان حلو جدا وأنا استمتعت بيه، من حيث بقى كل حاجة: طريقة التصوير، المونتاج، حركة الكاميرا، الكادرات اللي انت بتشوفها قدامك، الألوان، كل حاجة. كمان مشاهد المطاردات في الفيلم اتعملت بشكل حلو جدا. الفيلم فيه كمية عربيات بتتكسر. الأجزاء اللي اتصورت في الرياض من أمتع وأفضل المشاهد اللي موجودة في الفيلم، كمان مع توجيه الممثلين اللي كان على أفضل حال وأفضل شكل. وبس كده، المميزات خلصت، نخش في العيوب. أول عيب شخصية كوري. علشان أبقى عادل، أداء علي صبحي للشخصية كان مميز وليه كذا محاولة كوميدية كانت موفقة، ولكن أنا بتكلم على الشخصية من حيث الكتابة. إحنا بنشوف إن هو يعتبر فرد من أفراد ولاد رزق، ومعاهم في كل حاجة وبيحضر اجتماعاتهم ومعاهم في كل عملية بيدخلوا فيها. فكان المفروض السيناريو يجيب لنا تاريخ الشخصية، إزاي دخل في وسط ولاد رزق وبقى معاهم في كل حاجة. السيناريو مش بيجاوبنا على الأسئلة دي. كمان حسيت إن الشخصية دي موجودة بس علشان تعوض غياب شخصية عاطف، لأن إحنا لو ركزنا هنلاقي إن الشخصيتين قريبين جدا من بعض على مستوى الكتابة. فأعتقد إن لو كان شخصية عاطف موجودة، شخصية كوري ما كانش هيبقى ليها أي أساس، لأن اللي اتفرج على الفيلم هيلاحظ الكلام ده، هيحس جدا إن شخصية كوري هي شخصية عاطف مع اختلاف الاسم والممثل اللي بيقدم الشخصية. فكانت المفروض الشخصية تتقدم بشكل أفضل من كده. تاني عيب بعض المشاهد اللي ما كانش ليها لازمة، وهي المشاهد اللي كان فيها نسرين أمين وأسماء جلال. حسيت إن الاتنين ما كانش ليهم تأثير قوي على الأحداث، ولو اتشالوا الدنيا هتكمل عادي والفيلم مش هيتأثر. وبس كده، العيوب خلصت، نخش في التقييم النهائي. تقييمي لفيلم ولاد رزق الجزء الثالث القاضية هو 9/10. فيلم شبه متكامل فنيا، استمتعت بأغلب عناصره. ولمحبين سلسلة أولاد رزق واللي استمتعوا بأول جزئين، فأنا أضمن لكم إن انتوا هتعيشوا تجربة ممتعة جدا في الجزء الثالث. وبالمناسبة الفيلم ولا فيه ماجد الكدواني ولا باسم سمرة، علشان دي كانت أخبار منتشرة إن هما موجودين، بس هما مش موجودين ولا حاجة. وفي النهاية طبعا اللي شاف الفيلم ياريت يكتب لي رأيه وتقييمه تحت في التعليقات. وهل انت حابب تشوف جزء رابع من ولاد رزق ولا لأ؟ طبعا انا حابب،
بس الأول أشوف فيلم مستقل لشخصية الشاهد. ويا رب الحلقة تكون عجبتكم، ولو عجبتكم اعملوا لايك وشاركوا الحلقة في كل مكان، واشتركوا في القناة لو أول مرة، وما تنسوش تتابعوا صفحة سينما أونلاين على الفيسبوك. ألف شكر على المشاهدة، كان معاكم النهاردة بيدو صلاح، أشوفكم على خير، سلام.